هالو شوجر، جاي اقول لك كده كام قاعده مادام انت نويت تنزل تشتغل. اول قاعده ان الناس اللي في الشغل دول مش اهلك، فيا ريت بقى بلاش العشم وان انت تلت وتعجن معاهم والكلام ده وتزعل والكلام ده كله. لا، هاي باي خلصت. تاني قاعده بقى معانا وهي انك بتاخد مرتب اخر الشهر عشان تجيب احتياجاتك، اكلك بقى وشربك. طبعا مش هقولك هتدلع نفسك، طبعا هو انت يا دوبك بعد الغلا اللي احنا فيه ده يا دوبك هتجيب احتياجاتك. تمام. طيب، تالت حاجة بقى، مش عشان انا بحب الشغل ده فانا هدفن نفسي بالحياة ومش هلاقي وقت لنفسي. ما ينفعش، لازم تلاقي وقت لنفسك. طب رابع قاعدة، مادام انا اصلا مش صاحب الفلوس دي وصاحب الليلة الكبيرة دي سعادتك، فانا مش هوجع قلبي على الشغل. مش معنى كده ان انا مش هتقي ربنا، بس مادام صاحب الشغل مش شايف مين اللي بيشتغل ومين اللي ما بيشتغلش فمش هوجع في قلبي. تمام. نيجي بقى في القاعدة الأخيرة وهي صحتك النفسية. صحتك النفسية دي أساس أي حاجة في الدنيا، هي مفتاح صحتك. لازم نفسيتك تبقى كويسة عشان ده بينعكس على صحتك. وانت أهم من أي حاجة في الدنيا، أهم من شغلك، أهم من أي حاجة. فلازم توجد لنفسك كده بعض من الوقت تخرج بيه، يعني من مود الشغل ده والضغط اللي انت تعرضت ليه والحاجات اللي ما كانتش يعني ألطف حاجة في شغلك. بس، وأبسط حاجة. شكرا.